السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية إعدادي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، أهلا بيك، يا رب تكون بخير. النهارده يا صديقي ميعادنا مع حل التقييم الرابع في الشهر الأول. ومن غير ما أطول عليك كتير، أنت عارف لو أنت من الطلبة بتوعي فأكيد مشترك، ولو أول مرة لازم إجباري عليك تشترك في القناة، وهتلاقي لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا في الوصف تحت الفيديو. يا ريت تتابعنا على الفيسبوك وعلى التيك توك، كمان في لينكات المنصة لو بتدور على الشرح درس بدرس، وفي أرقام للتواصل تقدر تتواصل معاها. هنبدأ يا صديقي بحل التقييم، وطبعا زي ما احنا متعودين 3 نماذج. نبدأ بالنموذج رقم ألف. أول سؤال بيقول لي أنشأ نقط أول جامع في مصر بمدينة الفسطاط، وطبعا هو عمرو ابن العاص صاحب الفتح. السؤال الثاني بيقول لي كانت فكرة نشر الإسلام بمصر وليدة عصر الخليفة عمر بن الخطاب، يعني جت للمسلمين الفكرة دي، وليدة يعني جت للمسلمين الفكرة في عهد عمر بن الخطاب. ما رأيك في العبارة السابقة؟ مبرر إجابتك بدليل. طبعا يا جماعة العبارة خاطئة كليا وجزئيا. ليه؟ لأن بدأ التفكير منذ عهد الرسول، حيث أرسل الرسول رسالة إلى المقوقس حاكم مصر يدعوه إلى الإسلام. أعد كتابة العبارة التالية بعد تصويب ما ورد بها من خطأ. كان يتم اختيار الولاة من العرب في العصر العباسي الثاني، والكلام ده مش حقيقي طبعا، بيتم اختيار الولاة من العرب في العصر الأموي. ازدهرت الصناعة في عصر الولاة. اثبت صحة العبارة السابقة. طبعا ازدهرت الصناعة، والدليل على كده هو إنشاء دار لصناعة السفن، وكمان يا جماعة التطريز. ايه اللي أنا بكتبه ده؟ تطريز على النسيج. بما تفسر إنشاء عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط، طبعا حتى تكون عاصمة لمصر بدلا من الاسكندريه ذات الطابع الروماني. طب تعال نشوف نموذج ب. بيقول لي اكمل العباره التاليه بكلمات مناسبه. من مهام نقط تنفيذ العقوبات اللي بيحكم بها القضاء. دي مهمه مين ان ينفذ العقوبه؟ طبعا مهمه مشهوره جدا لصاحب الشرطه، اللي كانت شغلانته من اهم الشغلانات الموجوده في مصر. سؤال 2 بيقول لي ترجع نشأة نظام القضاء كنظام إداري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. دلل على صحة أو خطأ العبارة مع إجابتك بدليل. طبعا يا جماعة نظام القضاء مع الدخول إلى مصر. ليه؟ هو من عهد الرسول كان أول قاضي في الإسلام، ولكن نظام القضاء اللي في مصر ده جه مع الدخول إلى مصر. وأقول لك مبرر بقى، حيث كان القاضي له سلطة منفصلة عن الخليفة أو عن الوالي، أنا آسف، ويعين من عن طريق الخليفة. طيب هعد كتابة العبارة بعد تصويب ما ورد بها من خطأ. كانت عاصمة مصر في العصر العباسي مدينة القاهرة. غلط، مش القاهرة، هي مدينة العسكر. ازدهرت الحياة العلمية في مصر الإسلامية. اثبت صحة العبارة التالية. طبعا ازدهرت حيث قدم العديد من الصحابة إلى مصر، أشهرهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص. دي حاجة. ومع انتشار الإسلام في مصر بدأ يظهر الآئمة والعلماء في العديد من المجالات. بما تفسر تحسنت أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي، حيث حصل المصريين على حقوقهم وتوقف اضطهادهم، مما جعل المصريين يعيشوا في سلام وأمان. طيب عندي بعد كده نموذج ده جيم ولا ايه ده؟ احنا كده حلينا ألف وب. حلينا ألف وب. طب عندي بعد كده نموذج جيم. أول سؤال بيقول لي أمر نقط بإنشاء مقياس على النيل. طبعا اللي أمر بكده عمرو ابن العاص، هو اللي أنشأ مقياس على النيل. شهد نظام الحكم بمصر بعد الفتح الإسلامي تغيرا كبيرا. ما رأيك في العبارة؟ مبرر بإجابة بدليل. طب العبارة خاطئة. العبارة أهو خاطئة وبالفم المليان. ليه بقى؟ لأن العرب أبقوا على النظام الإداري لمصر ما عدا منصب بس الوالي، وإن تولى العرب معظم المناصب الكبرى، ولكن العرب أبقوا على النظام الإداري لمصر. أعد كتابة العبارة التالية بعد تصويب الخطأ. أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك باستخدام اللغة العربية في الكتابة عن النسيج.
طبعا هنا الغلط في الخليفة وهو عبد الملك ابن مروان. ابوه ده ابنه اللي هو الوليد بن عبد الملك، ده ابن عبد الملك، والحقيقي هو اللي امر عبد الملك. سؤال 4، ازدهرت التجارة في مصر الإسلامية؟ اثبت صحة العبارة. طبعا ازدهرت التجارة عشان حاجتين. أول حاجة حفر خليج أمير المؤمنين، دي أول حاجة أدت لازدهار التجارة بجانب ازدهار الزراعة والصناعة. طب بما تفسر أهمية منصب صاحب الشرطة في الدولة الإسلامية؟ ليه المنصب ده كان مهم اللي هو منصب صاحب الشرطة؟ لأن الراجل ده هو المفروض ينفذ أحكام القضاء، دي حاجة، ينوب عن الوالي أثناء غيابه، بجانب بقى دوره يا جماعة في حفظ الأمن والنظام في مصر. بكده يا شباب نبقى وصلنا لنهاية حل التقييم الرابع في الشهر الأول. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.